المؤثرة الجزائرية إيمان غوتي تهين ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. معقولة؟ طب تعالوا نشوفوا ايه اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم رويدة سويلم. طبعا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكاتكم الجميلة عشان يوصلكم كل جديد. وأول ما نبدأ الكلام هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، زي ما بقولت لكم في البداية كده، إيمان غوتي المؤثرة الجزائرية تهين ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. يا نهار أبيض، إزاي؟ طبعا كانت عامله بث مباشر زي عندنا زي التيك توك وبثات مباشره، يعني بنقعدوا كده نبحبحوا مع الاصدقاء وندردحوا معاهم في الكلام، بس ما يوصلش بينا الرأي والكلام ان نتكلموا على ثورة كبيرة زي ثورة نوفمبر اللي مات فيها 1.5 مليون شهيد على دمهم على الاسفلت. يا ايمان يا غوتي، دي بلدك الجزائر، بلد 1.5 مليون شهيد. هل انت ما تعرفيش المعلومة دي ولا ما حدش قالها لك او ما ذاكرتهاش او ما خدتهاش في مدرسة ولا ايه؟ طبعا انت يعني كمؤثرة جزائرية وكنت في برنامج اسمه ونصيب، يعني مشتركة في حاجات كويسة اهوت، ولكن انك تطلعي انك تهيني فنز الوطن، فنز الوطن يتهان يا ايمان. انا مش مصدقه لحد الان، يعني احنا كمصريين او انا كمصريه، انا ماليش دعوه ببقيه الشعب، هتكلم عن نفسي انا بس، مش هتكلم عن اي حد او اي بني ادم. كلنا درسنا وعرفنا الثورة او ثورة نوفمبر بتاعت اول نوفمبر، كانت ثورة مات فيها 1.5 مليون شهيد للأسف. لكن لما انت تقعدي وتهيني فنز الوطن، يعني معناها انك انت ما عندكيش اي ولاء ولا جلاء لوطنك وارضك اللي انت كلتي وعشتي وكبرتي وبقيتي مؤثرة في الارض دي. رغم كده انت، انا مش عارفة اقولك ايه، ان حاجات تخص شعبك المفروض ان انت تطلعي تتباهي بشعبك، تتباهي بوطنك، تتباهي باللي انت فيه. لكن للأسف وكمان يعني بتهيني. تصريحاتك دي ما كانتش كويسة ابدا يا ايمان. انت المفروض وتتكلمي وتتكلمي مع عن المغتربين. كده عيب، كده عيب. انا بالنسبة لي انا كمصرية احب اوجه لك كلمة: الجزائر دي ارض الاحرار، ارض الثوار. يعني انا مش عارفة اقولك، انا مش عارفة من كتر ما انا زعلانة ان انا اقولك ايه. ازاي تتكلمي على الفنز الوطني بتاعك وانا كمصرية ازاي اهاجمك وانت كجزائرية؟ المفروض الكلام ده عيب، وانا اسفة جدا يا جماعة، والكلام اخدني وما تزعلوش مني.